صنايعي تاني بقى هنا في الشارع اللطيف الهادي الجميل ده، وصنايعي شبه الشارع وفي جيل احدث شويه. بس صنايعي برضه صنايعي جميل طبعا. يعني ما ننسالوش كل الحاجات الحلوه اللي هو عملها. العماره هنا برضه اهي هنا عاشوا. لا دي كمان فيها لوحه تانية اللي هي ايه؟ انها مبنى ذو طابع معماري متميز، فمتسجله دي ما تتهدش. تعالوا نشوف كده ايه الموضوع. اتفضل اتفضل. ايه عماره الجميل اهو. هنا عاش، هنا عاش احمد رمزي ولد الشقي بتاع السينما بتاعنا، الصنايعي الشقي الجميل. وهنا 36 شارع يحيى ابراهيم، شارع متفرع من 26 يوليو. والعماره كده ايه نوع الطراز الحداثه، ومتسجله رقم التوثيق اهو عشان تفضل ان شاء الله محدش يجي جنبها. مكان جميل وعماره يعني عماره طرازها حلو قوي. شوف حضرتك جمال العماره والذوق اللي فيها وحتى الواجهات بتاعتها، تحس انها فعلا تستحق الحفاظ. لا الحقيقه مكان حلو بصراحه. برضه احمد رمزي كان بيعرف يختار. بالظبط، المكان رائع، وبعدين قريب من النيل من ناحيه ابو الفدا، وقريب من 26 يوليو اللي هو الشريان الرئيسي للزمالك. برضه ارجع تاني اقول لكم ايه الشله الجميله. تلاقي هنا على بعد خطوتين عبد الحليم حافظ، وانا اعتقد برضو الاستاذ عمر الشريف كان ساكن قريب من هنا في الزمالك. وعندك كل الناس الجميله، وسعاد حسني طبعا في نفس الشارع ده على بعد يمكن ايه 3 دقايق بالظبط او دقيقتين مشي. سعاد حسني الحقيقه يعني احنا جولتنا واحنا موجودين في الزمالك هي توثيق لكل العمارات الجميله، وفرصه بقى اننا ايه نخطي على نفس العتبه اللي خط عليها نجومنا الجمال والعظماء ونفتكرهم، والمشاهدين يفتكروهم برضو، لانه الحقيقه هم قدموا لنا حاجات حلوه كتير في الفنون طبعا. وبعدين حضرتك الجوله اللي احنا مع بعض فيها دي بتبين قد ايه العمران المصري متميز. تلاقيه بيجمع طرز مختلفه ومدارس معماريه مختلفه، وده يظهر قوي في الزمالك. شفنا هنلاقي فيه مباني فيها تفاصيل وفيها يعني تحديات كبيره في الشكل الواجهه والزخارف اللي فيها، ونلاقي واجهه زي اللي احنا واقفين قدامها بسيطه جدا، ولكنها بتمثل عصر وحقبه ومدرسه اللي هي المدرسه الحداثه اللي هي الكتله البسيطه ولكنها متفرده حقيقي. وانا واقف هنا كمان قاعد اتخيل كل صنايعي اشتغل في العماره دي، اشتغل فيها بكل ضمير وكل دقه، وكان جاي كده مبسوط ان هو قاعد شغال في العماره، اللي بيعمل باب واللي بيعمل نقاشه واللي بيعمل شباك. يعني برضو كان زمن مختلف. طبعا. وفي زي ما حضرتك بتقول صنايعيه في مجالهم، محبين اللي بيعملوه، مش متمكنين بس، لان التمكن جاء من ان هم حبوا اللي بيعملوه ده، صنايعيه فاتقنوا، متمكنين وعشاق لشغله وعشاق لشغله بالظبط. جميل. يلا بينا ايه نكمل جولتنا. بص البلكونات بتاعت العماره هنا حاجه يعني تخيل الواحد ايه يقعد يجيب طاوله ويقعد يشرب شاي وزي الفل كده. تمام.